اليوم رح أحضر رولات المسخن من أطيب السناكات اللي ممكن تحضروها. طريقتها كتير سهلة وطيبة وعم بتقرمش. رح أحضر حدا صوص طحيني بيعطيها طعم كتير طيبة. خلونا نشوف الطريقة سوا. هاي الوصفة بدها زيت زيتون منيح. رح أحط 5 معالق طعام من زيت الزيتون، حسب الرغبة فيكن تحطوا أقل أو أكتر. هون استخدمت البصل الأبيض، قطعته شرايح رفيعة. يفضل تستخدموا البصل الأبيض لأنه ما بينشف معكم. هلأ بحط له رشة ملح وبقلبه لحتى يدبل عندي البصل. وهلأ بضيف الدجاج بعد ما سلقته وفتفته بهاي الطريقة قطع لا صغيرة ولا كبيرة، حجم وسط. بقلبه مع البصل لمدة دقيقتين. وهلأ رح ضيف الفلفل الأسود والملح والسماق. السماق أساسي بهاي الوصفة، وما بده بهارات أكتر من فلفل أسود. وهلأ للخبز أنا استخدمت الخبز المشروح لأنه بيعطيها قرمشة كتير طيبة. أول شي بقصه بالنص، بعدين بعمله مثلث مثل ما شايفين، وبقصه برجع بتنيه مرة تانية مثلث مثل ما شايفين. طريقة قصه كتير سهلة. وهيك الخبز صار عندي جاهز. قبل ما نلف الرولات منجهز الصينية ندهنها بزيت الزيتون. وهلأ منحط الدجاج بالنص ومنسكر الأطراف ومنلفها رول مثل ما شايفين. منحط نقطة زيت زيتون ومنسكر الرول. رح ألف معكم وحدة تانية سريعة مثل ما شايفين. طريقة لفة كتير سهلة. هلأ منصفهم بالصينية، ندهن الوش بشوية زيت زيتون، وأنا بحب زينها بشوية سماق على الوش، وهيدا اختياري. وهلأ مندخلها على الفرن من تحت، مش بالنص، أقل من النص بشوي. رح أحضر معكم صوص الطحينية. 12 ملعقة طعام من صوص الطحينية، حبة توم مهروس، نص عصير حامضة. منحركهم لحتى يصيروا بهيدا القوام. وهلأ عندي ربع كاسة مي رح أضيفها بالتدريج، انتو بتتحكموا بسماكته. بتضيفوها وبتحركوا لحتى توصلوا للقوام اللي انتو بدكن اياه. انا تقريبا اخدت معي ربع كاسة مي. انا بحبه بهيدا القوام، بحبه سميك شوي، طعمته بتطلع اطيب. هلأ بضيفله الملح والكمون ورشة فلفل اسود. الكمون بيعطيها طعم كتير طيبة. شايفين قوامه كتير حلو. هلأ المسخن بعد ما تأمر معي من تحت تقريبا أخد 10 دقايق. من فرن لفرن بتختلف، فيكن تشوفوها بس صارت بهيدا اللون بتأمروها من فوق. تقريبا من فوق ما بياخد وقت أكتر من 5 ل6 دقايق. بتطلع عندكم بهيدا الشكل. بتمنى تعجبكم، وألف صحة وعافية.